بسم الله بديت وعلى نبينا صليت. اليوم جيت نحكي لكم حكاية دار الوصية. كان حتى كان وكان الله في كل مكان، وكان الحبق والسوسان حجر النبي العدنان. كان فحد الدوار اللي كيبعد شوية على الطريق الكبيرة كانت كاينة دار قديمة، الناس كيسميوها دار الوصية. الدار كانت ديما مسدودة، ما كتحل غير في المناسبات، حيت كانت مرتبطة بواحد الوصية قديمة خلاها الجد الكبير ديال العائلة. في هاد الدار كانت ساكنة زهرة، بنت في العشرينات من عمرها، يتيمة الوالدين، ورباها عمها السلعربي. السلعربي كان راجل معروف بالوقار قدام الناس، ولكن اللي عارفه مزيان كيعرف باللي قلبه ماشي ديما صافي. الوصية كتقول باللي دار الوصية خاصها تبقى باسم زهرة وما تتباعش حتى توصل لسن معين، ومن بعد يكون عندها الحق تختار يا إما تبيع يا إما تحتفظ بيها وتستثمرها. زهرة كانت كتخدم في الفلاحة وكتعاون في دار عمها، وما كانش كتفكر بزاف في الدار، حيت كانت همها هو تعيش بسلام. ولكن منين وصلت زهرة للسن اللي كتهدر عليه الوصية تبدلات الأمور. السلعربي بدا كيهضر معاها بطريقة مختلفة. زهرة، راه هاد الدار قديمة وما فيهاش فايدة، إلا بعتيها نقدر نعاونك تشري دار في السوق. زهرة جاوباتو وقالت ليه: عمي، الوصية كتقول القرار قراري وباغي نفكر مزيان. ولكن في القلب ديال السلعربي كان حساب آخر، كان مديون وعنده مشكل في التجارة، وكان باغي تمن الدار باش يسد الديون ديالو. بدا يهضر مع شي ناس في الدوار ويقلب على اللي يشري حتى قبل ما توافق زهرة. واحد النهار جا واحد الراجل من المدينة سميتو السي طاهر، تاجر ديال العقار. شاف الدار ضرب دور عليها وقال: هاد البلاصة عندها قيمة كبيرة ولكن خاصها إصلاحات. زهرة كانت حاضرة وحسات باللي كيهضروا على دارها وكأنها ما كيناش. قالت: الدار مازال ما قررتش نبيعها. السلعة البيت دخل بسرعة: غير كنهضروا باش نعرفوا الثمن. زهرة حسات بالضغط ولكن سكتات. وفي نفس الفترة بدات زهرة تلاحظ تصرفات غريبة. العم كيدخل لدار الوصية بوحدو، كيبقى ساعة ولا جوج وكيخرج وهو مقلق. واحد النهار دخلت زهرة للدار من بعد ما خرج، ولقات صندوق خشبي قديم محلول شوية. فتحاتو لقات أوراق قديمة، رسائل ونسخة من الوصية بخط مختلف، وفيها جملة مشطوبة ما فهماتش المعنى، ولكن حسات باللي كاين سر كبير. زهرة واجهت عمها وقالت ليه: عمي، علاش كتدخل دار الوصية بوحدك؟ وشنو هاد الوراق؟ السلعربي تبدل لون وجهه وقال ليها: هاد الامور كبار عليك، خليك في خدمتك وما تدخليش في شي حاجة ما كتعرفيش فيها. الجو توتر ولا الصمت ثقيل في الدار. بعد ايام خرجت اشاعة في الدوار: دار الوصية غادي تباع قريب بثمن كبير. زهرة تفاجأت حيت هي ما وافقاتش. مشات عند واحد الفقيه كبير في المنطقة، كان عارف تاريخ العائلة، باش تسول على الوصية. الفقيه قال ليها: الوصية الأصلية كانت كتحتفظ عند واحد من العائلة، ولكن من سنين تبدلات شي حوايج، خاصك تقلبي مزيان. زهرة رجعت للدار وهي حيرة. في واحد الليل سمعات زهرة عمها كيهضر في التليفون وكيقول: راه كلشي واجد،
غير خاص توقع في بلاصتها. هنا وقفات الدم في عروقها، وفهمات باللي كاينة شي محاولة تزوير ولا تحايل. دخلات لدار الوصية وشدات الوراق، وبدا قلبها كيضرب بسرعة. وفي هاد اللحظة بالضبط سمعات خطوات حدا الباب، والضوء طفى فجأة. الضوء ملي طفى وقفات حدا الحيط، كتسمع غير النفس ديالها، وشدات الوراق في الحضن ديالها. دخل السي العربي ومعاه السي الطاهر. السي العربي قال بصوت واطي: تأكد بلي ما كاين حتى واحد. السي الطاهر دار دورة بعينيه في الغرفة وقال: الوثائق واجدين، خاصنا نصرعو قبل ما تفطن. زهرة كانت مخبية ورا واحد الرق ديال الخشب، كتسمع كل كلمة. السي العربي قرب للصندوق وتفاجأ حيت لقاو محلول، وقال بغضب: الصندوق كان مسدود. السي الطاهر رد عليه: يمكن شي حد دخل. زهرة حبست النفس ديالها. السي العربي بدا يقلب في الغرفة، وقرب بزاف لداك الرف اللي مخبية وراه زهرة. وفي هاد اللحظة طاحت واحد الورقة من يد زهرة بلا ما تحس. السي الطاهر شافها وقال: شنو هادي؟ شد الورقة وقراها بسرعة وتبدل وجهه. هاد الوثيقة ماشي هي اللي عطيتيني. السي العربي توتر، قال ليه: عطيتك اللي لقيت. السي الطاهر قال بنبرة شك: هادي فيها جملة على ملكية ثانية، شكون هاد الاسم؟ زهرة عرفت باللي الورقة اللي طاحت هي اللي فيها سطر مشطوب، وما قدرش تبقى ساكتة اكتر. خرجت من مخبها وقالت بصوت مهزوز ولكن قوي: هاد الورقة ديالي والدار ديالي. السي العربي تصدم: زهرة شنو كديري هنا؟ السي الطاهر تراجع خطوة اللور وقال: دابا فهمت، كاينه شي حاجة ما واضحاش. زهرة شدات الوثائق وقالت: عمي باغي يوقع في بلاصتي، سمعتو كيهضر في التليفون. السي العربي حاول يضحك باش يخفف الجو: راه غير سوء تفاهم. ولكن عينيه كانوا كيعيطوا الخوف. السي الطاهر قال: انا ما كندخلش في مشاكل عائليه، ولكن ما نقدرش نشري دار فيها نزاع. خرج وهو كيهز راسو. السي العربي بقى مع زهرة بوحدهم، قال ليها بصوت مكسور: راك ما عارفه شنو كتمر منه، الديون خنقاتني. زهرة جاوباتو بحزن: حتى انا يتيمه، ولكن ما كنبيعش الحق ديالي باش نغطي غلطات غيري. سكت العام، ولكن في العينين ديالو كان باين بلي مازال مسلمش. ايوا من بعد ايام ولات الهضره كتيره في الدوار. شي ناس ولات كتقول باللي زهرة باغية تحرم عمها من حقه، وشي ناس اخرين ولاو كيشكو في النية ديال السي العربي. زهرة قررت تمشي للمدينة باش تقلب على نسخة رسمية من الوصية في المحكمة او عند الموثق اللي تحررات عنده. شدات الطريق بكري وقلبها معلق: واش تلقى الحقيقة ولا يكون كلشي تبدل من سنين؟ ايوا في المكتب القديم لقات موظف كبير في السن. منين سمع اسم العائلة قال: هاد الملف قديم بزاف، ولكن يمكن لقاو شي اثار. ايوا قلب في الارشيف وطلع ملف صغير، فتحوه ولقات نسخة من الوصية الأصلية. ولكن المفاجأة كانت كبيرة، كان اسم آخر في المستفيدين، اسم معمر زهرة سمعته من قبل. قرأت الاسم مرة ومرتين وقالت في سرها: شكون هذا؟ وشنو العلاقة ديالو بيا وبالدوار؟ وفي نفس الوقت في الدوار السي العربي كان كيهضر مع شي واحد في الهاتف: خاصنا نصرعو، راه زهرة مشات تقلب على الوثائق. والشخص الآخر جاوبه وقال: إلا لقات النسخة الأصلية أمور غادي تعقد. زهرة شدات نسخة من الوصية الأصلية وخرجت من المكتب وهي راسها عامر بالأسئلة. الاسم اللي لقات كان الحسين بن عبد الجليل، اسم غريب عليها، ولكن حسات باللي عنده علاقة كبيرة بسر دار الوصية. رجعت للدوار في العشية والشمس غاربة والبرد بدا كيطيح. منين وصلت
لقات واحد راجل كبير في العمر جالس حدا باب دارها كيسول على شي واحد. قال ليها: بنتي، واش هادي دار عبد الجليل؟ قلبها ضرب بقوة وجاوبات: نعم، ليش كتسول؟ قال ليها: انا الحسين ولد عبد الجليل. زهرة حسات الدنيا دارت بيها، هذا هو نفس الاسم اللي شافت في الوصية. دخلته للدار وقدمت ليه اتاي، والجو كان ثقيل. الحسين بدا يهضر: سنين وانا كنقلب على هاد الدار، والوصية ديال والدي كانت كتقول باللي ليا نصيب فيها. زهرة وراتو النسخة اللي لقات. من شاف الاسم ديالو دمعت عينيه وقال: ايه، هذه هي الحقيقة، قصة من الماضي. وقال ليها: عبد الجليل كان خالي، ودار الوصية كانت مربوطة بعهد بينه وبين جدك. كان الاتفاق باللي الدار تبقى في العائلة، ولكن إلا وقع شي ظلم يكون لي الحق نرجع التوازن. زهرة استغربات وقالت: ولكن عمي ما عمره قال لي على هاد الشي. حسين تنهد وقال: بزاف ديال الأسرار دفنات مع الوقت، ولكن شي ناس ما بغاش الحقيقة تبان. السي العربي كيشك. في الليل السي العربي لاحظ ضوء شاعل في دار زهرة وسمع الهضرة. قرب يسمع وسمع اسم الحسين. قال في سره: الحسين؟ هاد الاسم رجع منين؟ ومشى دار اتصال سريع وقال: راه الاسم اللي كنت خايف منه بان، خاصنا نتصرفوا. ايوا، الحسين قال لزهرة: ما خاصكش تبقاي بوحدك في هاد القضية. إلا مشينا للمحكمة خاصك شهود والناس كبار في الدوار. زهرة حست بالخوف، ولكن حتى بالقوة. ما بقاتش غير الدار، هذه مسألة حق. ومن جهة أخرى السي العربي بدا كيجمع شي ناس ويهضر: هذا الراجل اللي جا راه باغي يفرق العائلة ويشد الدار. ايوا الدوار ملا مقسوم، الناس مع زهرة والناس مع العم. ايوا واحد النهار جا واحد الراجل اخر من المدينة كيسول على عبد الجليل والعائلة، وجا معاه ورقة رسمية فيها اشعار بفتح ملف قديم في المحكمة. ايوا زهرة من شافت الورقة فهمات بلي القضية ولات كبيرة وما بقاش غير هضرات ديال الدوار. الحسين قال ليها: دابا مبقى حتى رجوع للور، خاصنا نمشيو للاخر. وفي نفس الوقت السي العربي كان كيهضر مع السي الطاهر وقال ليه: الا ضاعت هاد الصفقة انا غادي نطيح. السي الطاهر جاوب وقال: الا بان التزوير المشكل ما غاديش يكون غير في الدار. ايوا النهار اللي من بعدو زهرة فاقت بكري وقلبها معقود. مشات للسوق تشري شي حوايج، ولكن الناس كاملين كيشوفوا فيها بنظرة مختلفة. شي وحدين كيهمسوا يقولوا هذه هي اللي باغيه تحيد الدار من عمها، واخرين كيقولوا راه غير باغيه حقها. زهرة كانت ساكتة، ولكن الهم كان كيكبر في صدرها. في العشية مشات عند لاله رقية، مرة كبيرة في العمر معروفة في الدوار بالصدق وباللي كانت عارفة عبد الجليل مزيان. قالت ليها زهرة: لاله رقية، بغيتك تقولي لي الحقيقة، واش كان شي عهد ولا وصية قديمة؟ لاله رقية سكتات شوية وقالت: بنتي، كان شي كلام وكان شي دموع، ولكن بزاف ديال الناس بغات تطمس هاد الشي. زهرة قربت ليها الكاس ديال اتاي وقالت ليها: لاله رقية كملي. لاله رقية كملات وقالت: عبد الجليل كان راجل مستقيم، ولكن تعرض للضغط. وكان واحد النهار جالس عند السي العربي وهدو بالفضيحة إلا ما تبدلاش بعض الأمور. زهرة شهقات وقالت: تهديد؟ لالا رقية هزات راسها وقالت: ايه، ولكن ما نقدرش نقول كل شي دابا، حيت مازال شي ناس باقين حيين. ومن جهة أخرى في دار السي العربي كانت مراته كتقول ليه: راك دخلتي راسك في شي حاجة كبيرة، راه الناس ولات كتهضر. السي العربي جاوبها بعصبية: سيري في حالك، هاد الدار ما غاديش نضيعها. ولكن في قرارات نفسه كان عارف بلي الخيط بدا كيتفك. الحسين كيلقى دليل جديد:
مشى للمدينة وقلب في الأرشيف، وبعد ساعات من البحث لقى واحد دفتر قديم فيه توقيعات وشهادات. إيوا رجع للدوار وهو فرحان. زهرة، لقيت الدليل، واحد الشاهد كان موقع على اتفاق قديم ومازال عايش. زهرة سولته بسرعة شكون هذا. الحسين جاب وقال ليها سي مبارك، كان كاتب عدل في ذاك الوقت. يوم مشاو عند سي مبارك لقاه مريض شوية ولكن عقله حاضر. نسمع اسم عبد الجليل قال هاد القضية ما نسيتهاش. وقال بصوت ضعيف كانت وصية ولكن تبدلات في آخر لحظة. شي واحد ضغط باش يتحيد اسم الحسين ويتبدل الترتيب. زهرة حسات بالبرد في ظهرها. وشكون؟ سي مبارك تردد، شد على يد زهرة وقال الاسم غادي نقولو في المحكمة حيت هنا ما نقدرش. طوط. ايوا الخبر بدا كيدور في الدوار، كاين شاهد وكاين تزوير. السي العربي سمع بالخبر ولا مقلق بزاف، وقال في سرو إلا نطق سي مبارك راه كلشي غادي يطيح. وفي نفس الوقت زهرة كانت كتفكر شنو الاسم اللي ما بغا يقول، واش فعلا السي العربي ولا شي واحد اخر قريب. ايوا زهرة قررت باش تواجه الحقيقة وما تبقاش ساكتة. مع الحسين مشاو للمحكمة في المدينة وجابوا معاهم سي مبارك كشاهد قديم. الليلة كانت عامرة بالناس والدوار كامل تابع الأخبار والقلوب عامرة بالترقب. السي العربي حاول ينكر وحاول يضغط على الناس باش يشوش على الحقائق، ولكن لما شاف القاضي النسخة الأصلية والدفتر اللي فيه التوقيعات القديمة بان بلي الحق مع زهرة والحسين. الوصية الأصلية كتقول بوضوح الدار تبقى في اسم زهرة وما يمكن حتى واحد يحاول يغيرها إلا بالموافقة ديالها. العم السي العربي تفاجأ ووجهه ولا شاحب والناس كاملين فهموا الحقيقة. والقاضي قرر أن الدار تبقى ملك زهرة والعم خاصو يحترم الوصية وما يكون حتى تدخل في شي محاولة ديال التزوير. زهرة دمت عينيها من الفرحة والحسين شكرها على الشجاعة ديالها. رجعوا للدوار والناس استقبلوهم بالتصفيق والابتسامة. حتى السي العربي تعلم درس كبير، ملي الطمع كيدمر صاحبه والنية الصافية كترجع الحق لصحابه. ومن ذاك النهار زهرة ولات رمز للشجاعة والعدالة في الدوار. دار الوصية ولات مكان للفخر والتاريخ، وكل مرة يجي شي حد من المدينة يزورها باش يشوف كيفاش الصبر والصدق يقدر يحميو التراث. حسين بقى قريب من زهرة وما كان غير شريك في الحق ولكن حتى صديق وصاحب ثقة. العبرة من هذه القصة أن الصدق والشجاعة والصبر كيعطيو الحق قيمته، والطمع والخيانة مهما كانت خطيرة ما يقدروش يهزموا الحق إذا كان الناس صامدين وتمسكين بالمبادئ ديالهم. وهنا كتسالي الحكاية ديال اليوم. تلاقاو إن شاء الله في حكاية جديدة. خليتكم على خير.